السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. تعالوا ندرس الأزمنة تنسز بشكل بسيط وشكل جميل جدا. تعالوا نبدأ ونقول هنعمل شيرنج اهوت السكرين، شيرنج للوايت بورد. تمام شباب، يعني ايه أزمنة؟ يعني حضرتك من أول ما اتولدت بعد دقيقة دقيقتين. أولا أول ما اتولدت بدأ الحاضر بتاعك، لكن بعد دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين سنة سنتين أصبح لك ماضي بتحكي عنه. وليكن مثلا عندك دلوقتي 18 19 سنه، الماضي بتاعك بقيت بتحكي عنه، بقى ده زمن الماضي بالنسبه لك. انت دلوقتي عايش في الحاضر في كل لحظه انت عايشها، وبعد كده بتتوقع او بتحاول تخطط لايه اللي يحصل في المستقبل بتاعنا. فطبعا ده كله بيظهر في خلال او من خلال الافعال مش من خلال الاسماء. يعني بقول لك مثلا كلمه علي، ايه علي يعني؟ طب الشمس ايه يعني؟ ما فهمتنيش حاجه. لكن لما اقول لك اكل ياكل سياكل، كده الدنيا مختلفه خالص. يبقى عندي هندرس حاجه اسمها تنسز الازمنه. تمام، هندرس الازمنه وازاي نفهمها. تعالوا نغير اللون بقى عشان يبقى الدنيا احلى. اول حاجه هندرسها في الازمنه ايه هي؟ سؤالي دلوقتي، ايه هي اكتر ازمنه حضرتك هتستخدمها في حياتك؟ ايه هي اكتر ثلاث ازمنه هنستخدمها في حياتنا يا شباب؟ فكر معايا كده. طبعا عندنا في الانجليزي اكتر من 12 او 13 او 14 زمن، لكن ايه اكتر ازمنه هنستخدمها في حياتنا؟ ببساطه خالص هندرس او هنستخدم ثلاث ازمنه اساسيه. تعالوا نبص كده اهمت. تمام، اول زمن بنستخدمه بكثره في حياتنا present simple، المضارع البسيط او simple present، المضارع البسيط. ليه بقى؟ لأن المضارع البسيط بيتكلم عن عادة أو حقيقة، وطبعا اسمه بسيط ليه؟ لأن تكوينه فعل واحد بالتصريف الأول، يأكل تأكل نأكل، آكل، الكلام ده كله. طب ليه الزمن ده مهم جدا؟ لأنه بيعبر عن عادة أو حقيقة. يعني إيه في الآخر؟ يعني حضرتك معظم كلامك هتقول أنا بصحى الصبح الساعة كذا وبروح الشغل وبذاكر وبعمل، وبعد ما بخلص مذاكرة باكل مش عارف إيه وبشرب إيه وبلعب يوم إيه. ده كله بتحكي، معظم كلامك عبارة عن عادات. معظم كلامك عبارة عن عادات أهوت. يبقى كده بنتكلم عن عادة او حقيقه. وطبعا كلامنا برضو في الطب في الهندسه في الكلام ده كله عباره عن حقيقه. تمام، فده اكتر كلام بتستخدمه، ده حياتك ودي دنيتك. present simple، عشان كده لازم يكون التكوين بتاعي فعل واحد. مش محتاج تبني كلمات كتير عشان تعبر عن افكارك، لانك هترغي وترك كتير في الكلام ده. طب بعد ما اتكلمت عن حياتك او بتتكلم عن حياتك، هترجع تتكلم. مش كل شويه تقعد تقول انا بعمل انا بسوي. هتجي لك لحظه تحاول تفتكر فيها عملت ايه امبارح، وتقعد تحكي ونرغي عن ايه اللي عملناه امبارح. فطبعا هنروح لزمن اسمه past او past simple، الماضي البسيط. فهمنا كده ان الماضي البسيط هو ثاني اكثر زمن هستخدمه في حياتي. ليه؟ هتحكي عن ذكريات او احداث. طبعا أنا الكيبورد اصلا عندي انجليزي، فبحاول اخمن على الحروف بالعربي. ذكريات او احداث ماضيه اهوت. ربنا يكرم كده وتتكتب صح، احداث صح ماضيه. تمام كده اهو. فطبعا جزء كبير من حياتنا ان انا بقعد اشارك ذكرياتي او احداثي اللي فاتت، او اتكلم حتى عن بطولات اللي انا تمت بالفعل في استخدام او باستخدام زمن الماضي البسيط. عشان كده لازم يكون تكوينه بسيط. تمام، لكن لما بقى تبص للمستقبل هتتكلم بشكل ممكن غير مخطط كتير قوي قوي. هتتكلم عن توقعات، عن امنيات، عن ده كله. فهتستخدم حاجه اسمها
simple future او future simple، نخليها بنفس التركيبه future simple، المستقبل البسيط اللي انت هتتكلم فيه عن آمال وطموحات. ماشي كده، وتقعد تحلم مع نفسك بقى الحمد لله، وتوقعات وهكذا، تقول ده انا هعمل وهسوي والكلام ايه المصري بتاعنا. كده كده ناخد مثال على كل حاجة اهوت. وليكن مثلا واحد بيقول I work at الأهلي بانك. عقبالكم ان شاء الله، ربنا يكرمكم. انا شغال في البنك الاهلي. في الحاله دي work بيتكلم على permanent action، حدث دائم في حياته، يعني مضارع بسيط، حاجه دايما بيعملها كل يوم مثلا. تمام. او واحد تاني بيقول وليكن I have lunch ماشي at 2 p.m. انا متعود اتناول الغداء، او I always، عشان بقى نخليها كده I often، خليها often بقى. I often have lunch at 2 p.m. بيتكلم عن عاده او حقيقه، كده بقت عاده في حياته. طبعا ده معظم كلامنا كده. طب لو جيت اتكلمت في الماضي هتكلم بشكل مختلف خالص. لو قلت I نفس الجمله worked at الاهلي بانك، في الحاله دي هقول لك حضرتك، هي اتكتبت بقى خلاص. الاهلي بانك، هقول لحضرتك ان انت بتحكي لحد عن ذكريات في عالم فات. يعني ايه؟ يعني خلاص انت ما عدتش شغال. انا كنت في سنه كذا اشتغلت في الاهلي، في البنك الاهلي. تمام. في الحاله دي بتحكي عن ذكريات تمت وانتهت وليست لها علاقه بالوقت الحالي. تمام. ان شاء الله ربنا يكرمك وانت بتحلم كده احلام سعيده. هتقول I will work at الاهلي، وطبعا الافضل نخلي البي كابيتال. انا هشتغل في البنك الاهلي. يا عم انت ضامن تروح هناك ولا حد يقبلك؟ مش عارف، بس دي كلها طموحات وامال. تمام. وتوقعات ممكن بستخدم فيها المستقبل البسيط اللي هي سوف اعمل او ساعمل بالعربي. طب خلصنا معظم الازمنه اللي انا هستخدمها في حياتي بشكل مكثف وكتير والكلام ده كله. طب انا بعد كده ايه اللي هيحصل لي في حياتي؟ انا محتاج اتكلم في بعض اللحظات عن حاجه بعملها وقت التحدث وانا بتكلم. يعني مثلا ممكن حد يسالني، يروح رن عليا في التليفون، يا مدحت انت بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا. في الحاله دي انا هضطر اروح واستخدم زمن مختلف خالص، اسمه زمن مضارع مستمر present continuous. مضارع مستمر. مضارع مستمر معناها ايه؟ معناها مستمر في لحظة الكلام. يعني انا بدأت من شوية وانا بتكلم بقول انا بعمل يا فاروق انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بلعب كرة قدم. معناها قبل ما يتصل عليا كنت بلعب، وهو بيتصل انا بلعب، وممكن بعد شوية اكمل لعب، لكن الموضوع ده هينتهي بعد فترة، ومش مستمر ومكمل لنهاية العمر. فهمنا كده؟ يبقى انت بتستخدم المضارع المستمر علشان تتكلم على حاجه بتعملها لحظه الكلام، وانت بتتكلم بتقول انا بعمل ايه دلوقتي حالا. ناخد مثال، مثلا بتقول I am working for الاهلي بانك. مش عارف ايه موضوع البنك الاهلي ده مثلا، وليكن مثلا for ايه بقى، for إيه مثلا اديداس مثلا، شركه اديداس مثلا افتراضا. تمام. انا شغال لصالح شركه اديداس. طب ام وركينج دي معناها ايه؟ معناها انا اعمل في اللحظه الحاليه في الوقت الحالي، لكن ده مش عمل دائم. مش I work I'm working، معناها ان قبل كده ما كنتش بشتغل، واستخدامي للمضارع المستمر بيقول ان انا ده شغل مؤقت، وبعد شويه هسيب الشغلانه دي، وده حاجه مؤقته بالنسبه لي.
فهمنا كده؟ يعني قبل ما كنتش بعمل وبعد شويه مش هعمل. كده I am working. فطبعا احنا كده خرجنا بره المضارع البسيط اللي هو بيتكلم عن عادات في حياتي ومعظم كلامي بالطريقه دي، لان انا هروح على حاجه اسمها مضارع مستمر. تمام؟ وايه وان انا بتكلم خلال اللحظه الحاليه فقط. تمام يا شباب؟ طب انا هكمل مع بعض ثواني بس. وعليكم السلام. تمام يا شباب. طب انا بقى في الماضي بعد بدل ما بقول انا عملت وسويت ورحت وجيت، والسنه اللي فاتت سافرت رحت صيفت في شرم الشيخ ولا مش عارف فين. طب انا محتاج اقول في ساعه معينه وفي يوم معين انا كنت بعمل كذا. تمام؟ تاني، في ساعه معينه انا كنت بعمل كذا. في الحاله دي اهوت هستخدم زمن اسمه past continuous. ثانية واحدة يا شباب. شباب كنا بنتكلم على استخدام past continuous الماضي المستمر، وانا بتكلم على الماضي المستمر يعني ايه؟ يعني عايز اقول للي قدامي ان انا الساعة وليكن مثلا at 10، الساعة 10 مساء امبارح. تمام؟ او النهارده الصبح I was I was playing football او تنس مثلا. طب يعني ايه؟ يعني لو كنت جيت للساعه 10 كنت هتلاقيني بلعب تنس. طبعا انا بخصص حاجه كنت بعملها في الماضي في وقت معين، ومش معظم كلامي هيبقى كده خالص. معظم كلامي انا عملت انا سويت ماضي بسيط. تمام؟ عندنا نفس القصه في المستقبل. لو انا حبيت اتكلم عن حاجه هكون بعملها، حاجه هكون بعملها، يعني بقول له الساعه كذا، هستخدم طبعا future continuous المستقبل المستمر. اهو future continuous. ماشي؟ المستقبل المستمر. ماشي؟ اهو هقول له at 10، الساعة 10 بس مش امبارح بقى، ولكن الساعة 10 مساء tomorrow. تمام؟ I will سوف be playing football. هكون بلعب كرة قدم. يعني لو جيت لي الساعة 10 بكرة إن شاء الله هتلاقيني بلعب كرة قدم. كده فهمنا إن أنا بخصص زمن أو وقت معين، أو بخصص حدث معين. يبقى ده عكس إن أنا المستقبل البسيط اللي بستخدمه على طول هعمل وهسوي وكذا وكذا. عكس الماضي البسيط إن أنا عملت وسويت. عكس المضارع البسيط إن أنا بعمل وكذا. كده يبقى المستمر دايما في تخصيص لوقت معين، وهكذا التام. بس انا مضطر اقفل دلوقتي. تمام؟ وهنكمل بعد كده ان شاء الله افكار عن الازمنه بشكل مبسط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.